ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو. دي قناة ايمي وسامي كيتشن. لو انت اول مرة تتفرجي على القناة ما تنسيش تشتركي من الكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو وتفعلي زر الجرس. عايزة بقى لايك حلوة منك للفيديو، وخلينا بسرعة نبتدي الفيديو بتاعنا. النهاردة روتين صباحي هنحضر فيه الغدا مع بعض بطريقة كده سهلة وبسيطة، ان شاء الله تتنشطي وتتشجعي معايا وتاخدي منه افكار جميلة. اول حاجة كده قمت الصبح قبل ما اعمل الغدا ابتديت ان انا افطر بسرعة. عملت شاي بلبن، وكمان كنت عاملة كيكة من بالليل حطيت منها قطعتين كده جنب الشاي بلبن، وخرجت بره فطرت ورجعت تاني دخلت على المطبخ خلصت كل اللي ورايا. حابة بقى أسألكم، انتوا بدأتوا تنظيفات رمضان ولا لسه؟ بصراحة أنا لسه ما بدأتش تنظيفات رمضان. لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا عملتها، عملت الظراف بتاعة المطبخ، عملتها كلها من جوه. مسكت كده كل يوم ضرفتين، نزلت كل حاجة موجودة فيها وابتديت إن أنا أرتبها من جديد. اول حاجه كنت يعني بحاول ان انا اجهزها من تحضيرات رمضان، وبتعتبر بالنسبه لي حاجه اساسيه ومهمه جدا، هو تدميس الفول علشان السحور. انا قبليها بيوم من بالليل كنت جايبه كيلو من الفول المدمس، غسلته ونقعته في حله ميه كبيره، وقمت الصبح صفيته وحطيته كده في حله كبيره فيها ميه بتغلي على النار، وحطيت طماطمايه وحطيت نص كوبايه من العدس الاصفر ومعلقه من الكركم، وقلبتهم كويس جدا مع بعض وغطيته ووطيت عليه اول ما الميه غليت وسبته. وبعديها ابتديت ان انا احضر في الغدا بتاعي النهارده سمك بلطي. عملت كده التتبيله بتاعته: توم وملح وفلفل اسود، شويه صغيرين من الجنزبيل والبابريكا والكمون، وابتديت ان انا اتبل السمك علشان يبقى طعمه حلو. هرجع للموضوع اللي كنت بكلمكم فيه. كنت بكلمكم على تنظيفات رمضان وازاي ان احنا نستعد لها بخطوات مرتبة علشان ما تتعبيش في الاخر. طبعا كتير من الناس بيحبوا ينظفوا الشقة قبل رمضان، وبتبقى دي تنظيفة رمضان والعيد على اساس ان احنا في رمضان بنبقى صايمين والوقت بيبقى ضيق، فما بيكونش الوقت سامح ان احنا نعمل اي نوع من انواع التنظيفات. اول حاجة بتعمليها قبل ما تقرري ان انت تنظفي هو ان انت ترتبي الدواليب كلها: دواليب المطبخ، دواليب الهدوم، الادراج. انا اول حاجه بدات بيها دواليب المطبخ، لاني انا كده كده كنت واقفه في المطبخ، فكل يوم بالليل يعني قبل ما انام بمسك كده ضرفه انزل كل الحاجات اللي فيها وابتدي ارتبها وارجعها تاني، والبرطمانات الفاضيه بغسلها. كمان البرطمانات بتاعت البهارات فضيتها كلها وغسلتها ونشفتها، رجعت البهارات فيها تاني وابتديت اكتب البهارات اللي انا محتاجاها لرمضان. يعني اي بهار يعني حسيت ان هو مش هيكفي معايا او قرب يخلص او خلص بالفعل، ابتديت ان انا اكتب في ورقة. كمان البقوليات، الخزين، اي حاجة لقيتها ناقصة او برطماناتها فاضية ابتديت ان انا اكتبها عندي، وبكده اكون انا عملت جرد للظرف بتاعة الخزين، برطمانات التوابل. كمان مسكت ظرفة الحلل برضو رتبتها كده وظبطتها، وكله المطبخ من جوه بقى نظيف. تمام. بعد ما بتخلصي بقى الظرف بتاعه المطبخ بتبتدي ترتبي الدواليب بقى بتاعه الهدوم بتاعتك لو هي مش مترتبه. لو هي مترتبه خلاص انت بتوفري على نفسك الخطوه دي. بعد ما بتخلصي ترتيب الدواليب بتبتدي ان انت تغسلي الستاير والمفارش. طبعا في ناس بتغسل السجاد، بس رمضان السنه دي جاي في السقعه وغسيل السجاد هيبقى صعب جدا. اولا هيغيب وياخد وقت عقبال ما ينشف، كمان الولاد في البيت هيبردوا لان انت هتبقي الشقه كلها هتبقى ما فيهاش سجاد. فانا الخطوه دي مش هعملها، خصوصا ان انا يعني قبل رمضان كده بشهر او شهر ونص الست اللي بتيجي بتنظف لي البيت خليتها كل مره تاخد سجاده تغسلها لي. فالسجاد عندي حاليا نظيف لان انا لسه غسلاه. يعني انا يعتبر كنت غسلاه في الترم الاول، كل مره كده كنت بغسل سجاده، ولما تنشف المره اللي وراها كنت بغسل السجاده اللي عليها الدور، لغايه ما سجاجيد الشقه كلها الحمد لله اتغسلت. فانا مش هعمل الخطوه دي طبعا في رمضان لان السجاد عندي يعتبر نظيف. الحاجه الوحيده اللي انا هعملها هي الستاير، هفكها كلها واغسلها. ادعوا بس يا رب ان الجو يبقى حلو بقى اليومين الجايين دول، علشان يعني غسيل ستاير مش هينفع خالص وفي شتاء وهوا، لازم الجو يكون حلو علشان الستاير تنشف بسرعة. بس خلاص ادام غسلتش الستاير والمفارش ومظبطة الدواخل كلها،
يبقى انت كده ما فاضلكيش غير تنظيف الاوض. وطبعا نصيحتي ان انت ما تعمليش الشقه كلها في يوم واحد، هتتعبي ومش هتعمليها باتقان. يعني كل يوم او يوم بعد يوم ابتدي ان انت خدي اوضه ظبطيها وخلصيها وافرشيها، وبعديها ادخلي على الاوضه اللي وراها. ده لو انت اللي بتعملي الشقه. لو حد بيساعدك، بتجيبي حد ان هو يساعدك وكده، فطبعا هو هيعمل لك الشقه كلها في يوم واحد، وانت طبعا هتبتدي تفرشيها، وبكده بتكوني خلصتي. بعديها بقى بتحطي زينة رمضان. وزينة رمضان من الحاجات اللي بتدخل على قلوبنا كلنا بهجة مش طبيعية وتغيير، وبتدي طاقة كده إيجابية، وبتحسي فعلا إن في أجواء مختلفة في الشقة. بمناسبة زينة رمضان، احنا عاملين فيديوهات لزينة رمضان عملناها بنفسنا في البيت. جبنا خامات وعملنا عربية الفول وعملنا علبة المناديل وعملنا باسكت وعملنا حاجات ياما قوي، والهلال عملنا حاجات ياما لزينة رمضان. كنت انا وسيمي عاملينها في البيت. هسيب لكم اللينكات بتاعت زينة رمضان، هسيبها لكم في صندوق الوصف للي حابب ان هو ياخد منها افكار وتنفذي منها اي حاجة. انا السنة دي ما اشتريتش اي زينة لرمضان. اولا لاني مع ارتفاع الاسعار فالواحد خلاص بيبتدي يستكفي بكل حاجه عنده. انا كل سنه كنت بجيب بصراحه زينه رمضان، فعندي حاجات ياما قوي. عندي فوانيس وعندي عربيه الفول وعندي ستاره النور، عندي حاجات ياما. يعني هطلعها بقى كلها قبل رمضان كده ب4 ايام ولا حاجه. بطلع الزينه كلها احطها على السفره وابتدي اخد منها واوزع بقى في الريسبشن. بحب احط في الريسبشن اهم حاجه عندي، لان ده دخلت البيت. وبحب احطه في اوضه الولاد علشان برضو يحسوا بالاجواء الحلوه دي. وستاره النور برضو بحطها على البرقع بتاع الريسبشن. وكل ده هشاركه معاكم ان شاء الله بعد ما اعلق الزينه. بس كده. طبعا الفيديو بتاعنا النهارده شارح نفسه، مش محتاج ان انا اقول لكم انا بعمل ايه، انتوا عرفتوا انا بعمل ايه خلاص. انا بعمل سمك بلطي مقلي، وعملت بابا غنوج، وعملت رز، وعملت جندوفلي، وعملت سلطه. فعشان كده انا ما اتكلمتش معاكم في عمايل الاكل النهارده، لان الحاجات كلها دي احنا بنعرف نعملها. بس يعني حبيت اوريكم ترتيب الافكار والخطوات بتاعه الاكل. ايه اللي بتبتدي تعمليه الاول، وايه بيتعمل قبل التاني، وايه اللي انا لو عملته بينجز معايا في الوقت. زي تتبيل السمك والجندوفلي عملتهم وركنتهم على جنب. البصلة بتاعة الرز بعملها برضو وبركنها. السلطة برضو من الحاجات اللي بتتعمل وممكن تتحط في التلاجة من قبلها بيوم، بشرط ان هي ما تكونش متبلة. والحمد لله خلصت الغدا بتاعي، وده السمك بعد ما قليته، والجندوفلي والسلطة وبابا غنوج. من أحب الأكلات لقلبي هو السمك، سواء مقلي أو مشوي. بصراحة من الأكلات اللي أنا ما بزهقش منها وبحب أكلها على طول. فحبيت أشارك بقى الوصفة دي كده معاكم. ويا رب الوصفة بتاعت النهاردة بتاعت الغدا تكونوا كده أخدتوا منها أفكار، وتكونوا كمان استفدتوا من الأفكار اللي أنا قلتها لكم للتنظيفات. ابتدي بقى كده النهارده، ابتدي بالمطبخ زي ما انا ما قلت لك. اعملي كده ضرفه ضرفه وتنشطي، وحاولي تكسري الكسل، جو الكسل اللي احنا بقينا فيه كلنا، واستعدي لرمضان. بعد ما اتغديت الحمد لله وروقت المطبخ، الفول بتاعي طبعا كان خلص. استنيت عليه لما يبرد تماما، وابتديت ان انا اعبيه في الاكياس. بصوا الفول لونه ايه، عشان في ناس بتشتكي ان الفول لونه بيسود. حطي معلقه من الكركم، وكمان الطماطم والعدس الاصفر بيدوا الفول طعم حلو قوي. بعد الحاجه ما غليت الفول لما بتجيبيه من بره، اولا الكيس كله بيبقى غير فول، وتلاقي الراجل حاطط لك 5 فولات بالعدد. يعني غير انه مش انضف حاجه، غير ان هو عمايله سهله جدا في البيت. هو ما اخدش معايا اي حاجه، يعني كانك بتسلقي لحمه، واسهل بكتير. مجرد ما بتحطي الفول في الميه خلاص كده انت سلقتي فول. انا عملت كيلو فول، وعايزه اقول لكم طلع معايا كميه جميله. الكميه دي تقريبا ممكن تقعد معايا الشهر كله، وحطيتها في اكياس ثلاجه نظيفه. وطبعا مفيش انضف ولا احلى من الحاجة اللي تكون معمولة في البيت، وبيكون طبعا فيها بركة، احسن من الحاجات اللي بنشتريها من بره. بنشتريها غالية وبتكون كمان كميتها قليلة. طبعا الكمية الفول دي هتقعد معايا ان شاء الله باذن الله الشهر كله، وساعات بتفضل معايا منها اللي بعد شهر رمضان. لان احنا طبعا جنب الفول في السحور بنطلع بقى بيض وزبادي وجبن، وبيبقى سحور حلو قوي. انا جبت منظم وهحط فيه الاكياس كلها، لان انا لو دخلتهم
بالشكل ده في الفريزر هيقعوا كلهم، ومش هعرف احط كمان اي حاجه تانية جنبهم. فانا بحب ابقى مظبطه كده الفريزر بتاعي، بجيب فيه باسكتات وبخلي بقى باسكت للفول، باسكت للبصل المفرز، باسكت للطماطم. دي حاجات برضو بتساعدني لرمضان. دلوقتي بقى جه وقت العشاء. النهارده اليوم كله بعمل فيه الحاجات اللي انا بحبها. مين زيي بيحب المكرونه الشعريه؟ انا بحب المكرونه الشعريه قوي، ولازم على الاقل مره في الاسبوع ان انا اعملها. بحط كده معلقه كبيره من الزبده، وبحط كوبايتين من الشعريه او 3 على حسب يعني عدد افراد الاسره، او على حسب الناس اللي هتاكل. وببتدي كده ان انا اقلبها كويس علشان كلها تاخد نفس اللون، ما تبقاش واحده فيهم يعني واخدت لون قبل التانية. لو انت عندك كمية من الشعرية بتحطيها في صينية، وبتشغلي عليها الشواية او بتدخليها الفرن، وكل 5 دقايق او 10 دقايق بتطلعيها تقلبيها لغاية ما بتاخد كلها نفس اللون. وطبعا لما بتعملي الشعريه بالطريقه دي في الفرن، ان انت تدخليها الفرن ما بتحطلهاش سمنه خالص، لا سمنه ولا زبده، هي بتتحمر من سخونيه الفرن. اللي كان معلمني الطريقه دي جدتي الله يرحمها، وانا بعملها برضو من ضمن الحاجات اللي بعملها لتحضيرات رمضان هو الشعريه. ان انا اجيب كيلو من الشعريه واحطه في صينيه كبيره وادخله في الفرن لغايه ما تتحمر، وبتفضيها في برطمانات بعد ما تبرد، وتبتدي تاخدي منها على قد استخدامك للرز وللشوربه. دي الشعريه بعد ما خلصت بحب احط عليها لبن وسكر، وعايزه اقول لكم طعمها طعمها ولا اروع. من اكتر الحاجات اللي بتحسسني بالسعاده هي الشعريه باللبن. وطبعا مفيش اجمل من ده منظر اختم بيه الفيديو بتاعي النهارده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناه لو انت اول مره تتفرجي على القناه. بتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديوهات القديمه وتقولوا لي رايكم فيها ايه. شكرا ليكم، سلام عليكم، وكل سنه وانتم طيبين.